ايه رايكم يا حبايبي؟ ايه رايكم؟ اديله ادي، اديله ادي، اديله ادي، واوعى وشي مع ام حسين. ده بقى يتاكل مع الشاي مع اي حاجه تحفه. الله، شغل ايديا وحياه عينيا. الله عليا. مساء الفل، مساء الجمال، مساء العسل، مساء كل حاجه حلوه على حبايب قلبي. هنعمل النهارده ايه يا بسمله؟ عجينة تركية طرية ومقرمشة من بره حلوة جدا، وهتعمل تيتا بسكويت بالسمسم. دي اول حاجه. كوباية سكر. كوبايه سكر، نزل السكر كوبايه مطرح كوبايه سكر، 2 معلقه خميره، كوبايه ميه. ما نحطش بقى ايه كوبايه زيت. نفس الكوبايه اللي احنا هنعير بيها السكر، هنعير بيها الميه، هنعير بيها الدقيق، كل حاجه. يعني هي الكوبايه اللي هعير بيها كل حاجه. ماشي يا حبايب قلبي. كوب زيت. ممكن تعملوه نص زيت نص سمنه، ممكن تعملوه تحطوا زبده اللي يريحكم. بس طبعا هي في الزيت بتبقى طالعه جميله كده ومقرمشه اكتر من اي حاجه تانية. هنحط بقى الزيت اهو، وتحت فيه كوب ايه السكر. هنقلب بقى كده لحد لما السكر يدوب مع الميه ومع كوبايه الزيت. لازم الزيت اللي هو كان عايم على الوش ده يختفي. تسيبوها تخمر ولا تسيبوها ترتاح ولا اي حاجه، اشتغلوا بيها على طول كده. هننزل بقى اللهم صل على النبي بايه بقى؟ معلقه كبيره بيكنج باودر. طبعا دي بقى انا واخده منها بخلصها الاول. لازم معلقه صغيره، نحط واحده ثانيه برده عشان يبقى خدت المعلقه الكبيره اهو كده، يبقى معلقه كبيره. كل ما تحطوا حاجه تروحوا مقلبينها. باكوين فانيليا. هننزل بقى ب5 كوبايات دقيق عشان بقى اديله ادي. اوعى وشك مع ام حسين، اوعى وشك. هعمل لكم النهارده حاجات حلوه. ادي كوب دقيق، وادي التاني، ادي 3 كوبايات، 4. احنا كده بنلم العجينه بالسوائل اللي هي موجوده تحت دي، ما تتعجنش علشان ما تطلعش طريه، تطلع مقرمشه وحلوه كده. يا دوبك بتلموا العجينه بس بالسوائل، وتفضلوا بقى كده لحد لما تتاكدوا ان هي كله دخل في بعضه، ما بقاش فيها دقيق باين ولا اي حاجه. كده لحد لما تلاقوها طلعت معاكم. هي بتبقى بتلزق، يعني مش مشكله لما تلزق اهو. بصوا كده اهي العجينه بعمل لها اختبار. بصوا اهو كده اهي. ايه رايكم يا حبايبي؟ ايه رايكم؟ اديله ادي، اديله ادي، اديله ادي، واوعى وشي مع ام حسين. طبعا انا مش عايزه اوسخ السمسم ده كله. احط هنا المعوزه الاخر، ما تشدوش قوي، دهنه بسيطه كده اللي بقى لما تعملوا البسكوت ما يلزقش تحت وتطلعوه بسهوله. هما شايفين السمسم؟ طيب هعمل ايه بقى هنا؟ صلى على رسول الله. طبعا هاجي هنا اهو كده اهي، انا حطيتها هنا، بدوس عليها كده بصباعي دوسه بسيطه اهي، وبلمها كده من الجنب، اظبطها يعني اخلي السمسم ماسك يمسك فيه اهو. بصوا اهي اهو، بصوا بدوس عليها كده دوسه حلوه. وهاجي برده الثانيه نفس الحكايه، اروح نازله عليها كده دوسه حلوه، حلو كده اهي، واروح مسويها كده من الجناب كده، اقفلها كده عشان السمسم ما يقعش، يبقى ماسك فيها اهو. بصوا بنفس الطريقه دي، حاجه سهله في منتهى الجمال. يلا كل اللي معايا الجمال الحلوين يصلوا على رسول الله بقى. بقى وايه وايه قولوا معايا وايه واوعى وشك، اوعى وشك مع ام حسين. ده اول واحد ماشي. هات الصاج التانية سدس، الصاج التانية اهو. صلوا على رسول الله. اول كرواسوها
او تسموها بقى ببلدكم زي ما تسموها. العجينة التركية هي دي الهشة. طريقه تركيه ماشي في منتهى الجمال، وهتعجبكم جدا جدا جدا. بس هي نفس عجينه الكرواسون، نفس عجينه الكرواسون. يعني انا بنفس العجينه ممكن اعمل بيها اشكال كرواسون واحط فيها جبنه وكل حاجه، نفس العجينه ونفس المقادير وكل حاجه. هنحطها ونعمل غيرها. بسم الله الرحمن الرحيم. يجي النبات بيتضيق. طبعا انا جربتها رشيت دقيق هنا عشان العجينه ما تلزقش، وجربتها لقيتها لا مش هتبرم بالدقيق، هي تبرم لو بليتوا ايديكوا زيت تعمل معاكم. ربنا يكرمك ان شاء الله يفرح قلبك. بص يا حبيبي، طبعا ما تلزقهمش ببعضيها. طبعا اما احطها اوسع كده بيضيع اهي. بصوا ادي بقى وش الكرواسون ولا الفطائر. بس خلوا بالكم علشان هي دلوقتي خمرت وعرقت، وانتوا بتدهنوها كده يبقى بالراحه قوي، ما تدوسوش عليها عشان ما تهبطش. لو هبطت مش هترجع تاني وتبقى مش حلوه. يلا اهو قرمش بقى. المشكله ان هو مقرمش بقى. بصوا المنظر، بصوا ده بقى يتاكل مع الشاي مع اي حاجه تحفه. الله، طبعا في سكر وفي كل حاجه، مش محتاجه اي حاجه، منتهى الجمال. بصوا روقان. بصوا ايه رايكم؟ ايه رايكم؟ بصوا بصوا قلبه من جوه. بصوا الجمال والحلاوه. بصوا هتفتحوها بقى كده، عايز احط جبنه تفتحوا كده اهو، تحطوا الجبنه وتاكلوا جبنه رومي، جبنه شيدر، اي نوع جبن بقى. بصوا الجمال والحلاوه تحفه. شغل ايديا وحياه عينيا. الله عليا. ارقوني يا ولاد، ارقوني يا وحيد، ارقوني يا فرج. والله العظيم جميل جميل. طيب انت في الفطار بقى يا وحيد، بدل ما تنزل تجيب فطار هتروح. والله العظيم يا وحيد دي سهله الراجل يعملها، لو عيال صغيره يعملوها، والبسكوت ده نفس الحكايه. مش لازم تعمل كيلو زي انا ما عملت. 5 كوبايات دقيق. مش في اللايكات بالله عليك. خشوا على الفيديوهات واعملوا لايكات يا جماعه، واعملوا بتاع ده اللهم صل على النبي، في التعليقات اكتبوا. ان شاء الله اللي مش عايز يكتب بصباعه برضه وجعه في التعليق ان شاء الله يعمل نقطه شرطه اي حاجه. برضه التعليقات بتعلي من الفيديو. اشوفكم على خير واعمل لكم الاحسن والاحسن حبايب قلبي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اوعى وشك مع ام حسام. اشوفكم في فيديو جديد. اوعى.